بالنسبه لي دي اغرب عباده في العالم، وهي عباده جوتاما بوذا، ودي موجوده في الصين. عباده تامل وفهم الطبيعه. لو انتوا جايين الصين عمركم ما تنسوا تيجوا هنا معبد بوذا الكبير. المعبد ده مساحته غير بقى التماثيل الموجوده جوه. بصوا كبير قوي. المفروض ده مطلي، اللي انا عرفته ان هو مطلي بالذهب او معمول بالذهب، والناس هنا بتصلي عادي. اللي هو ده اله بجد بالنسبه لهم، موجود ما بيتحركش. بس انت المفروض تتقبل ثقافه الاخرين، ما دام ده مش بيضايقك ولا بيضايقهم، وهو متقبل ثقافتك فتقبل ثقافتهم. يعني هو بيصلي هو عادي. لا ومركزين، ده في كل حته. بص الرسمه العظيمه دي، الناس بتصلي بايمان قوي. والعجيب من كل ده ان هم ناجحين حرفيا في شغلهم، في مشاريعهم، ودوله متقدمه. هي مقفوله على نفسهم، بس دوله متقدمه في الاول والاخر. عايز اقول لكم ان في صلاه جوه، فتعالوا اوريها لكم. بصي الناس بتصلي هنا والناس بتصلي جوه. وكمان انا لاحظت حاجه غريبه، ان في كهنه غير كهنه. يعني المعبد اللي هناك الكهنه بتاعته لابسين اورنج واصفر، الكهنه اللي هنا لابسين بني. فدي حاجه غريبه جدا. وده تالت واحد اخشه. 3 معابد في مكان واحد، وفي على فكره اكتر. يعني في 1 2 3، في اكتر من دول. يعتبر 6 في المكان او 5. حوار غريب قوي، بس ثقافه مختلفه جدا. بس طبعا يختلف عنا كتير عن العالم العربي. اكتبوا لي في التعليقات، هل تتقبل ثقافه الاخرين ولا لا؟ ولو عايزين تتفرجوا على فلوجات الصين، موجوده كلها كامله على المنصه الحمراء والمنصه الزرقاء. ما تنسوش تعملوا متابعه. كان معاكم كيرو، سلام.